الكره المصريه لفين دلوقتي؟ احنا شايفين نوش حصل الفتره الاخيره في الساحه، شايفين الاهلي باعت وفد بريطاني رايح لاتحاد الكوره بيتكلم عن ركله الجزاء اللي ما اتحسبتش في مباراه الاهلي وسيراميكا. من ساعه المباراه دي وبدايه مباراه جوله الحسم احنا شايفين يعني الكره المصريه كده. ايه اللي بيحصل؟ لا، الكرة المصرية كده من سنين طويلة جدا، مش من بداية مباريات الحسم للدوري الموسم ده. ولكن خلينا نروح للنادي الأهلي تحديدا. مم. النادي الأهلي بيمر الموسم ده بحالة فنية يمكن هي الأسوأ من سنين طويلة جدا. مم. يعني حتى لو لسه الدوري ما خلصش، بس حتى لو الأهلي فاز بالدوري، فالموسم الحالي هو الموسم أعتقد هو الأسوأ من، خلينا نقول مثلا من 2019 أو من 2018. مم. أنت بقالك كتير جدا ما وصلتش للحالة اللي احنا شايفين عليها النادي الأهلي حاليا. بس اقول لك على حاجه مو بس بعد اذنك، يعني انا دلوقتي لو بنتكلم عن النادي الاهلي، فالنادي الاهلي دلوقتي انت عارف بقى بيمسك في اي فرصه تخليه بس يشم نفسه. يعني ايه؟ يعني انا من امتى بشوف النادي الاهلي مثلا في موضوع ضربه الجزاء والهيصه الكبيره اللي معموله من ساعه مباراه سيراميكا كليوباترا، وودي وفد لاتحاد الكوره وعايز اسمع الفار والكلام ده كله. عارف انت محسسني الاهلي ايه؟ ان هو في افلاس في الفكر، وافلاس في ان هو مش قادر ينافس بشكل كبير. فالطريقه اللي هو ينافس بيها هي الطريقه دي، ان انا اعمل شوشره واعمل دوشه واخلي الاعلام كله موجه للحته دي بالذات والكلام ده كله. لان في حاجات كتيره قوي في الساحه دلوقتي اقدر انا اتكلم عليها، ولكن الاهلي فرض الحته دي اللي انا اتكلم في الموضوع ده، ان انا اخلي الناس كلها تتجه نحو الفار، واخلي الناس كلها تتجه نحو الوفد، وان انا اروح اتحاد الكوره واتحاد الكوره ما يخلينيش اخش، وانا اروح باكتر من فرض. يعني كلام كتير قوي الاهلي دخل نفسه فيه وما نفهمش ايه اللي بيحصل. هقول لك حاجه. انا لسه كنت بقول لك ايه دلوقتي، بقول لك ان الموسم الحالي هو الموسم الأسوأ للاهلي من سنين طويله جدا، صح كده؟ ولكن في نفس الوقت ده ما يمنعش ان انا ادافع عن حقوقي. انا لما النهارده اشوف ان انا اتظلمت، او ان انا ما خدتش حقي في ايا كان، في ركله الجزاء، في مباراه اتظلمت فيها تحكيميا، في اي مكان، مع ان انا ما بحبش اتطرق دايما للحته التحكيميه دي، لان دي ورده انت بتستفيد منها احيانا، وكمان بتتظلم منها احيانا او ساعات كتير جدا، جميل صح جميل كده؟ جدا، انا فانا متفق معاك ولكن في جدا. نفس الوقت مفيش اي مانع خالص ان انت تدافع عن حقوقك. تمام، لكن مفيش ده مشكله. ما ينفيش ان الموسم الحالي هو الموسم الأسوأ للنادي الاهلي من سنين طويله جدا. بس انا عجبتني جدا حته انت بتقول عليها، ان انا طبعا لازم ادافع عن حقوقي، وان انا لو اتظلمت. بس انا شايف دلوقتي بقى ده الاهلي مش النادي الاهلي، انا هنا بتكلم على كل الانديه. اي نادي شايف ان هو اتظلم او ان هو ليه طبعا حق في حاجه، زمالك، بيراميدز، اسماعيلي، مصري، اي نادي، متفق مش النادي معاك الاهلي متفق بس. معاك 100%. ولكن الاهلي دلوقتي نقدر نقول ايه؟ نقدر نقول ان هو عايش في دور المظلوميه، ان انا دلوقتي مظلوم وليا حقوق والكلام ده كله. أنا ما عنديش مشكله طبعا، حقك وطالب بيه والكلام ده كله. بس مش شايفين ان الموضوع كبر قوي، خد زياده عن حجمه؟ طب ما في قرارات تحكيميه بالتاكيد بيبقى فيه اخطاء كتيره جدا، ولكن لو بنتكلم عن ركله جزاء سيراميكا، طب ما في خبراء تحكيم كتير جدا قالوا لك لا. وفي ناس نفس كتير وفي نفسك خبراء تحكيم كتير قالوا ثانيه واحده، رئيس لجنه الحكام بتاعتك اوسكار رويز نفسه قال لك لا، هي مش ركله جزاء، وقرار محمود وفا وقرار صحيح. وكمان قال في اسبوع من مسابقات الدوري المصري، قال لك انا اتمنى ان الحكام تكون في شجاعه الحكم محمود وفا. طب ما هو ده رئيس لجنه حكام وخبير، انت مش جايب واحد اجنبي عشان تقعد تنظر على الشغل بتاعه. مظبوط كده، ولكن انت الخطا جايبه وارد. بخبرات بالظبط الخطا كده. الخطا انا وارد. متفق معاك الخطا وارد هنا لمين؟ لمحمود وفا. والخطا وارد برضه على رئيس لجنه التحكيم، عادي جدا. بس اللقطه وارد متشافه. جدا. يعني لقطه متشافه، يعني اللقطه احنا متشافه دلوقتي خلاص. بنتكلم ان في ماشي، اوسكار ويز شايف ان هي مش ضربه جزاء، تمام. ولكن برضو في خبراء تحكيميين كتير جدا اتكلموا لا، ان الكوره، لا، الكوره ضربه جزاء. مم. بص، طب مش ده ياخدنا في حته عايزين ايه بقى؟ ايه، ياخدنا في ان حته الاخطاء ايه؟ وارده. ان الاخطاء وارد، ما بس انا بتكلم في كده. ولكن بس برضو خلينا نقول ايه، ان انت ليك الحق ان انت تدافع عن حقوقك. جميل. ليك انا الحق ان متفق انت معاك تدافع جدا. عن حقوقك. طب اقول لك على حاجه، بالنسبه لموضوع ليفربول السنه دي، كانت حصلت برضو في مباراه ليفربول هذا الموسم، وكان الناس عايزه تروح تشوف تسمع الفار هناك. تمام. والكلام ده ما كانش موجود اصلا. يعني على فكره اللي بيحصل للنادي الاهلي السنه دي في موضوع ان انا اروح اسمع الفار ده استثناء. استثناء ما حصلتش قبل كده. بص، انت عندك، خلينا بس نكون متفقين على حاجه. مم. انت عندك مشاكل في الهيكله، في الاداره بشكل عام، انت عندك مشكله. مم. انت مفيش سيستم عندك. مم. انت مفيش سيستم مم. عندك. هنا مش هنقول اصل النادي الاهلي هنا
اتجامل في الحته دي، او اصل ده ما ينفعش حصل مع الاهلي او ما حصلش مع الاهلي. انت بشكل عام عندك مشاكل، ما ده اللي انت بكلمك ما عندكش فيه بقى، سيستم. ده اللي بكلمك فيه. فخلينا نقول، خلينا بقى نعمل ايه، خلينا نتعايش مع للاسف العشوائيه اللي احنا موجودين فيها. ماشي، انا خلاص. بتكلم بقى ان النادي الاهلي المفروض ان هو نادي كبير، اكيد طبعا. الموضوع خد اكبر من حجمه. طب خلاص ليه ما ماشي. فكرش نفسه في المشكله؟ ان ممكن يكون في مشكله في الاداره الفنيه للنادي الاهلي، لا ثواني، ممكن يكون في مشكله في الاداره، ممكن يكون في مشكله في اللعيبه. بص، رئيس النادي الاهلي، اعضاء مجلس الاداره، الجهاز الفني، المحللين الرياضيين، جمهور النادي الاهلي، كل الناس اللي بينتموا للنادي الاهلي واللي لا ينتموا للنادي الاهلي عارفين كويس جدا ان الاهلي بيعاني من مشاكل فنيه. تمام، انا بقى عايز اسمع ده منك كده ايه المشاكل ده الفنيه. ده لا يعني ده لا خلاف عليه، اكيد ولكن برضو بتدافع عن حقك. اكيد انا اكيد. انا النهارده وحش، انا النهارده ما استحقش اكسب الدوري، ولكن لما يبقى ليا لما يبقى ليا حق في حاجه، لما يبقى ليا حق في ضربه جزاء، لما يبقى ليا حق في نتيجه مباراه اتظلمت فيها في اي مكان، لا ليا حق ان انا اطالب بيه بالتاكيد، يبقى حتى لو انا وحش. يبقى ما نتكلمش ونقول ان نادي الزمالك دايما عايش في مظلوميه. لا بص عايز اقول دي لك على نقطه حاجه، مهمه خلينا جدا، بس. لان دايما طوب المظلوميه كان دايما بيتقال على نادي مرتبط الزمالك. بنادي الزمالك. انت دلوقتي لما حاسس ان انت اتظلمت، لا يبقى كده نادي الزمالك انت جبل، لا نادي مش الزمالك انت جبل، جبل، بص خلينا وجماهير بس، نادي الزمالك جبل. خلينا نرفض، خلينا نبعد خالص ونرفض التعميم. امم نرفض التعميم. انت بتتظلم، الزمالك بيتظلم، بيتظلم، بس في نفس الوقت بيستفيد احيانا. النادي الاهلي بيتظلم، بيتظلم وده بيحصل وشفناه، وفي نفس الوقت احيانا وده حال الكوره. واحيانا بيستفيد. لسه بتقول انت ليفربول بيتظلم، وهتلاقيه في اوقات كتير جدا استفاد من اخطاء التحكيم. ده في العالم كله. بالظبط، يبقى ده في كده العالم كله. يعني نستنتج ان اخطاء التحكيم وارده، جزء والدنيا من لعبه بتمشي، كره القدم والدنيا وارده، بتمشي. والدنيا بتمشي، ده بس طبيعي. كده. تمام. قول لي بقى، انت شايف من وجهة نظرك كده إيه المشكلة في النادي الاهلي السنة دي اللي لا يخلي النادي الاهلي يعني نقدر نقول لو طلع من دوري ابطال افريقيا الترجي رايح جاي يعني حالة احنا كاس مصر ما شفناش منها الاهلي قبل كده. شفنا كاس مصر خرج من فرقة وي وي مصرية اتصالات، ف ودلوقتي في الدوري مركز ثالث. فدلوقتي احنا شايفين موسم الاهلي مش باين له ملامح. تمام، هو ما فضلوش غير بطولة الدوري. بطولة الدوري النادي الزمالك ماشي كويس، بيراميدز ماشي كويس. فانا عايز اعرف منك بقى دلوقتي ايه المشاكل اللي ممكن يكون النادي الاهلي اتحط فيها الموسم ده. مشاكل كتيره جدا، لكن ممكن الخصهم لك في حوالي 3 نقط. رقم 1، التعاقد مع مدربين دون المستوى. دون المستوى للنادي الاهلي، ممكن يكونوا يصلحوا لانديه منتصف الجدول، ممكن يكونوا يصلحوا الانديه في دوريات تانية، ولكن للنادي الاهلي لا، مش مناسبين تماما. بدايه من ريبيرو وصولا لتورو، صحيح. الاثنين لا يصلحوا تماما لاداره فريق كبير، فريق بطوله. ده رقم 1. رقم 2، الاستغناء عن بس غريبه قوي يا الركائز. اباني على فكره، يعني تورب ده اول لما مسك ده كان الناس طايره بيه بشكل غير طبيعي. برضو بس لسه هقول لك، الدنيا بتتغير. لا هو بص، غير الدنيا بتتغير، لسه بقول لك ايه، نبعد عن التعميم. هتلاقي في ناس كتير طايره بيه وشايفه وحكمت عليه بشكل سريع جدا. صحيح. ان الراجل ده هو ده اللي هو ممكن ده اللي عشان هيكمل. تجربه ريبيرو كانت سيئه، فالناس شافت ان هو ممكن يكون طوق النجاه مثلا. بالظبط. وللاسف دايما الناس بتتسرع. مفيش مدرب بيتبان لمساته من اول ماتش او تاني ماتش او ثالث ماتش. حال الجمهور المصري كده دايما، يعني عنده حته العاطفه زياده شويه. بالظبط. المدرب لسه ماسك فرقه النهارده كسب ب2 او 3 او 4، ده ايه ده صانع المتعه، ده المدرب اللي بيلعب بالطريقه اللي مش عارف عامله ازاي، اللي ده بيبقى فيه تسرع كبير جدا من جانب الجمهور. رقم 2، قلت لك رقم 1 خلاص. رقم 2، ان انت استغنيت عن الركائز الاساسيه اللي بتمثل روح الفريق. تمام. بمعنى زي عمرو السولية، علي معلول، تمام، رامي ربيعه، اكرم توفيق. تتكلم عن لعيبه، لا اللعيبه دي هي روح النادي الاهلي. انت استغنيت عنهم بس انت كلهم. استغنيت عنهم، انت بتقول بقى سن كبر مش ما يقدروا ينفعش، يدوك زي بس علي معلول قال لك كان مصاب وبعيد جدا عن الملاعب فمش هينفع. كان لازم يكمل معاك على الاقل سيزون. هتقول لي علي معلول محترف، طيب وهياخد مني مكان اجنبي طيب واحد لعيب زي عمرو السولية. بس انت عوضت علي معلول ما كل التعويضات بتاعت علي معلول كلها لم تثبت نجاحها. بس كده. اولا بص، انا هنا مش وجبت بكلمك بالعمري في الاخر، انا هنا ما بكلمكش من الناحيه الفنيه. ايوه انا فاهم. فنيا علي معلول يقدر يديك على الاقل سنه، يعني على الاقل السيزون ده الدنيا مع صفاقس على الدنيا. الاقل كان يقدر يديك السيزون ده. لكن هنا انا مش بكلمك من الناحيه الفنيه، انا بكلمك من ناحيه الشخصيه والقياده للفريق. مهم جدا الروح. بالظبط كده. انما دلوقتي انت فضيت الفرقه، سولية، علي معلول، اكرم توفيق، رامي ربيعه. فبعدين مين من اللعيبه الكبيره اللي بقى لسه موجود لحد دلوقتي؟ محمد الشناوي، محمد هاني،
مم. مين تاني؟ مفيش، للاسف مفيش. فانت هنا تريزيجيه رجع يعتبر من كباتن الفرقه يعني. وتريزيجيه موجود، بس برضو لا، ما كانش ينفع تطير او تضحي بالاربع لعيبه دول، مم. تحديدا الاربعه دول. مم. رقم 3 ان انت دعمت الفريق بشكل كويس جدا، ممكن نقول من في نص الملعب والمنطقه الهجوميه. يا راجل انت كأن فرقتك ده انت جبت الجالاكتيكوس كلهم. بالظبط كده. ولكن وده اللي الناس اتخدعت فيه، للاسف ده اللي الناس اتخدعت فيه، ان قال لك بس الاهلي كده خلاص مش محتاج حاجه. لا، انت محتاج. انت خط دفاعك فيه مشكله كبيره جدا من بدايه الموسم. حتى انت لما جيت تدعم خط دفاعك، معلش يعني مع احترامي، دعمته باسامي، لا اسامي يعني ممكن تكون كويسه جدا لانديه منتصف الجدول، لكن مستحيل تنفع للاهلي او للزمالك او زي مين البيراميدز. مثلا؟ زي مين انت مش مقتنع بيه ان هو من اللعيبه الصفوه الكبار يعني؟ انا ممكن اقول لك دلوقتي 7 لعيبه هم لازم هيرحلوا مع نهايه الموسم. 7 لازم هيمشوا. مين؟ احمد رمضان بيكهام، احمد عيد. انت احمد رمضان كنت جايبه عشان يعوض رامي ماشي، ربيعه. ما هو انت جايبه يعني، انا معلش ما تزعلش مني. رامي ربيعه انت ما رضيتش تجدد له ورحت تجيب بيكهام. مع احترامي لبيكهام، لعيب كويس جدا ولكن كويس في سيراميكا. تحس ان في لعيبه تنفع اهلي تنفع زمالك بس وده مش تقليلا وفي منهم. لعيبه تانية ما تنفعش خالص. مش تقليل منهم. مش بتاع الاهلي، مش بتاع الزمالك، مش بتاع دلوقتي بيراميدز. فاهم قصدي؟ ما ينفعش. عندك احمد رمضان بيكهام، احمد عيد احمد عيد دي صفقه غريبه جدا. لغز. انت مشيت عمر كمال، جبت احمد عيد. يعني مش عارف يعني فين مين اللي كان بيفكر في الصفقه دي. عندك محمد شكري. محمد شكري لعيب كورته حلوه جدا، ولكن برضه بس هو مش واخد فرصته. مش واخد فرصته. وصلك هو على ما حاجه، بيلعبش. مش اهلي برضه خلينا نكون صراحه. ماشي. مش اهلي كويس جدا لانديه منتصف الجدول. اقولها لك تاني اهو. يبقى كده بيكهام، احمد عيد، محمد شكري، مروان عثمان، لعيب لمسته هايله، بس مش اولا هو مش مهاجم، هو مش 9. انت عايز، لا انت جايبه عشان مهاجم 9. لا ده مش 9. مروان بيلعب دايما على الطرف، لكن لمسته حلوه جدا ولكن مش هيكمل. ادي رقم 4. رقم 5 عندك كامويش. معرفش يا مين راجل حرام عليك، ده احسن لعيب عندكم. انا بجد مش عارف ده مين. البستليرو. وعارف بقى ده خامس لعيب. ده بقى يرجعك لنقطه مهمه جدا، ما تحكمش على اللعيب من الفيديو. دلوقتي في ناس بقت موضه دلوقتي، يقول لك ايه، نقعد تتفرج على الفيديوهات واللعيب ده مش عارف ايه، وشاف جاب جون عامل ازاي وعمل ايه وارقامه. ده فيديو. وانت مره كنت بتتكلم معايا، انتوا كنتوا جايبينه انجولي اللي راح لعب للاس الاخضر يعني حاجه غريبه جدا يعني. حاجه غريبه جدا. لعيب للاسف صفقه غريبه. ادي كده خامس دي لعيب. تدعيمات يناير بالظبط. رقم 6 محمد شريف. يا خبر ابيض، انت ضحيت بخط هجومك كله. بالظبط. انت عندك مروان عثمان ومشيتهم. الثلاثه خلاص. مروان عثمان، محمد شريف، كامويش. يعني نقدر نقول ان وللاسف السابع. للاسف السابع مين؟ اشرف بن شرقي. يا خبر للاسف بن شرقي. انا بقول لك السبعه دول مع نهايه الموسم هم مش هيكونوا موجودين. انا زعلان على بن شرقي. طب بس قبل ما اروح لنقطه بن شرقي هقول لك على حاجه. فاضل 2 كمان عشان تكون عارف، بس غير السبعه دول في 2. دول ال9 خلاص، دول بره الاهلي مع نهايه السيزون. كوكا وديانج. لا اوكي، كان ديانج فالنسيا مع السلامه. دول انتهاء عقودهم مع النادي. ولكن انت كده في 9 لعيبه بشكل بنسبه 99% اللي عايزين نرجع لها. بنسبه 99% 9 لعيبه دول خلاص، منهم 2 100% بره، مع السبعه اللي هيرحلوا عن طريق النادي الاهلي. مش هيجدد لهم اعارتهم او هيبيعهم بشكل نهائي. فانت عندك 9 لعيبه خلاص اوت. ممكن يزيدوا لعيب او ينقصوا لعيب. طب وامام لسه مفيش حاجه مؤكده عليه يعني. لسه مش عارفين هل امام هيستمر مع النادي الاهلي، هل الاهلي هيقرر بيع امام. لسه مفيش حاجه واضحه في الملف ده. ولكن اعتقد ان الملف، او مش اعتقد، هو المؤكد 100% ان الملف ده صاحب القرار فيه هو النادي الاهلي، مش امام. مش امام، لان للاسف مش في شرط جزائي. مفيش شرط جزائي. مفيش شرط جزائي. مفيش شرط جزائي في عقد امام. لا. امام لو هيمشي عن طريق النادي بموافقه النادي. بموافقه النادي الاهلي. غريبه ان مفيش شرط جزائي دي. لا مفيش شرط جزائي في عقد امام. امام بص، خليني اقول لك على حاجه. امام لعيب من وجهه نظري هو بيملك عايز اقول ايه، قدر غير طبيعي من اللامتوقع. قدر غير طبيعي من اللامتوقع. هو لعيب كامكانيات زملكاوي. لا مش فكره، سيبك من فكره زملكاوي او اهلاوي. بتكلم على امام كلاعب كوره. امام لاعب لا متوقع. يمكن اخر لاعب شفت فيه حته اللا متوقع دي كان صالح جمعه.
كان في نفس البوزيشن بتاع امام. اه فامام لاعب نادر. لا بس امام بقى عنده امام لاعب السرعات نادر، كمان عنده والتسديدات السرعه والقوه يعني والتسديد. اه حاجه بمناسبه التسديد، السيزون اللي فات مم. امام ليه جون في البنك الاهلي في ايوه طبعا. ماتشات حسم مم. الدوري، كوره على حدود منطقه الجزاء او قبل منطقه الجزاء بشويه بشماله، كوره مم. جات له على شماله، تك جون. كان مميز فيها لعيب مع كان الزمالك، خد بشماله بالك. بقول لك، مم. ومن زاويه صعبه يعني، مثلا مش مواجه للمرمى بشكل صريح، لا متطرف بيه، مم. حطها على طول بشماله. فهو لاعب غير متوقع، يدخل منطقه الجزاء يلعب براسه بشكل كويس جدا. لعيب كبير جدا، احنا هنا بنديله الكريدت بتاعه، بنديله حقه. طبعا لاعب طبعا. كبير، لاعب كبير. مم. ولكن هعيدها تاني واقولها لك، مفيش لاعب اكبر من النادي. هنا مش بتكلم عن النادي الاهلي، بتكلم عن النادي الاهلي، بتكلم عن نادي الزمالك، بتكلم عن اي نادي كبير. طبعا طبعا. انت النجم هو النادي، النجم هو النادي مش انت. ف يعني بس اعتقد الموضوع ده امام اتغير الفتره الاخيره. بمعنى يعني بقينا بنشوف دلوقتي تصرفات، مثلا نقفل موبايلي، اخش في خناقه. ماشي، واللي يا بيحصل ما هو بيتغرم، بس بترجعه تاني. بقى طبيعي. ما هل هل يعني انت شايف ايه الطبيعي في حاجه زي كده؟ ما انت طبيعي تغلط، انت ممكن تغلط. بس وارد اقفل يعني. موبايلي واختفي. ثواني، ايه اللي بيحصل بعدها؟ ماشي. قفلت تليفونك واختفيت، صح كده؟ تاني ده يوم ضد المبادئ بقى اللي انت بتتكلم قبل عليها. ما ترجع تفتح تليفونك كنت اتغرمت. ده ضد المبادئ اللي انت بتتكلم عليها. مفيش حاجه. بص، المبادئ هنا بتستخدم بطريقه مش صح. المبادئ بتستخدم بطريقه مش صح مم. للاسف. اعتقد المبادئ. بص، مم. خلينا نقول لا، انت ليك مبادئ. مم. النادي الاهلي فيه مبادئ اترسخت واتكونت على مدار سنين طويله جدا. حقيقي. ولكن انا هرجع واقول لك برضو، في اوقات انت ممكن تكون ما مشيتش على النهج ده، او ما عرفتش تلتزم بالمبادئ اللي انت حاططها. مم. عادي وبتحصل ووارد. بس ما ينفعش اجي مهم قوي. مهم قوي. اهد بقى الثوابت اللي انا بنيها من 1907 انا لحد خدت النهارده. منك الحته دي. وارد. طبعا وارد، بس طبعا وارد اخطا. بس وارد. عشان ما تحطش في حاله مش بتاعتي. ليه حاله مش بتاعتي؟ ليه؟ احنا لازم نعترف بكده. اي اهلاوي تساله، واي واحد منتمي للكره المصريه او حتى الكره الافريقيه والعربيه، عارف كويس جدا ان النادي الاهلي نادي المبادئ. ولكن مش انا طبيعي اغلط، ممكن اجي في قرار اغلط. مم. هل ده ينفي المبادئ اللي اتكونت من 1907 لحد النهارده؟ فامام هنشوف يعني، مش عايزين نسبق الاحداث. طب بن شرقي بقى وزيزو، نخش في بن شرقي وزيزو على طول. انا بالنسبه لي بن شرقي ده لعيب حكايه. يعني كان مع الزمالك كلنا تابعناه، كسر الدنيا ويعمل اداء عالي جدا، وكان بيمسك الخط حرفيا، عارف اي حد يخش عليه بيكلفته بمعنى الكوره. انا داخل، انا عارف ان انا هعدي، عارف ان انا هجيب الجوال والكلام ده كله. ولكن بن شرقي دلوقتي لما نيجي نبص عليه ده مختلف تماما، ده مش بن شرقي خالص الزمالك. مظلوم في حاجات كتير جدا. ايه بقى؟ بص، اولا بن شرقي بقاله مع الاهلي سنه ونص. تمام. ارقامه التهديفيه مش كبيره، يعني خلينا نقول ان مش ده اللي كنت كان متوقع الجمهور منه. الاهلي مستنيه من بن شرقي. ولكن ده يرجع لاسباب. بص، هو بن شرقي اولا انت بتلعبه مش في عدلته. يعني انت 90% من الماتشات اللي لعبها بن شرقي مع الاهلي، 80% عشان ما نبالغش، 80% من الماتشات بيلعب ناحيه اليمين. طب يا موم، ده رقم واحد. ماشي. رقم اتنين، هو اول تبديله. يعني دايما شوف كل الماتشات اللي بن شرقي بداها مع الاهلي، الماتشات اللي هي مش كتير خالص اللي هو بداها، بن شرقي دايما اول تبديل. 50 دقيقه 60 بالكتير اسحب بن شرقي، او قاعد على الدكه وبينزل بديل. مش واخد مساحته. حلو. مش واخد مساحته. طب ما هو ده يرجعنا لنقطه وفي اوقات دلوقتي بتلعبه مهاجم، ويقول لك ايه ده؟ بن شرقي مش بتاعته. كان بيلعب على الوداد، بس انا بتكلم بيلعبها بس مش بتاعته، ده البوزيشن الاساسي بتاعه. مش البوزيشن بتاعه. ولعبها مع الزمالك. ما هو ده بقى نتكلم، نرجع ايه، ما هو ده مدرب. ما هو ده مدرب ماشي، ما بس هو ده اللي بتكلم للاسف فيه الحاله بقى يعني هو بيلعب، انت بتقول مش في عدلته، صح كده؟ بيلعب مش في عدلته، وأول وما تبديلة. بياخدش دقايق كفايه، وما بيبداش طيب ما هو دايما. كل ده مدرب يا أبني. ما كل ده مدرب، بس للاسف انت كمان حاله الفرقه بقى بشكل عام مخليه كل حاجه تبدو اسوأ واسوأ واسوأ. مع مخلي انك انت اللعيب عندك كواليتي عاليه جدا واغلى فريق. ملهاش علاقه باغلى فريق او باكتر فريق صارف فلوس في الميركاتو او كل الكلام ده، ملهاش علاقه. على سبيل المثال ريال مدريد في 2009 صرف قد ايه في الميركاتو بتاعه؟ صرف 361 مليون دولار. تمام. جاب حوالي كام صفقه؟ جاب حوالي 8 صفقات. 8 صفقات منهم 4 أو 5 اسامي رنانه، 4 أو 5 اسامي جامدين جدا: كريستيانو، بنزيما، كاكا، راؤول البيول، تشابي الونسو، اربيلوا. 6 اسامي من ال8، يعني فرقه، صح كده؟ بس في نهايه السيزون ايه اللي حصل؟ صفر. خسر الدوري بعد ما حقق 96 نقطه في المركز الثاني.
زيزو محدش ينساه خالص. كان ساعتها بليجريني مدرب، بليجريني كان مدرب وخسر الشامبيونز ليج، خرج من كان ليون، برشلونه بقى كانت من حاجه ليون. جامده جدا. صح كده؟ فهي ملهاش علاقه. يعني انا ممكن اصرف كتير جدا واجيب اسامي جامده جدا وفي المقابل ما احققش حاجه. صحيح. والعكس صحيح، حصلت في جيل الجلاكتيكوس 2002. فاذا هي مش المعادله، مش اللي هو انا هصرف فانا هجيب. ما كان بيراميدز حقق كل البطولات السنين اللي فاتت، ما هو جاب اسامي. ما مين في الدوري المصري كان بيجيب بيدفع الارقام دي؟ بس كانت دايما بتبقى مشكله في البروباجندا اللي حصلت قبل الصفقات دي كلها. يعني انت دلوقتي، يعني مع احترامي ليهم جميعا طبعا، المذيعين الاهلاويه الكتير، وحتى يعني مش الاهلاويه كمان، اللي مش بينتموا للقنوات الفئويه، اتكلم لك بقى ده السكواد بتاع الاهلي وفرقه المليارات وهتكسب كل حاجه وافريقيا كلها خايفه منها والكلام ده كله. بس ايه اللي حصل في الاخر؟ في الاول والاخر كوره يا جو. بالظبط كورة. كده، بالظبط. مفيش حاجه يبقى انا ما مضمونه هولش من الموضوع لغايه لما يكمل، لحد لغايه لما ما يكمل. تكتمل التجربه ونشوف بالظبط كده. الاثر بتاعه على ارض الواقع. بالظبط. ده بقى ياخدنا نقطه ايه؟ زيزو طبعا كان جاي النادي الاهلي، وانت شايف البروباجندا الكبيره اللي حصلت، ولكن هل زيزو بيقدم افضل مستوياته مع النادي الاهلي هذا الموسم ولا لا؟ لا طبعا ما بيقدمش افضل مستوياته، ولكن ده في عرف الكوره ده وارد. يعني ده وارد. احنا مش عايزين برضو، انت لسه بتقول مش عايزين نهول من الازمه، او مش ازمه. هو لاعب انا لسه متعاقد معاه اول سيزون ليه مع الفريق كله حالته وحشه. ارقام اللاعب معايا ممكن ما تكونش افضل حاجه، ولكن انت جايب 13 مساهمه، جايب عامل 9 اسيست مع 4 اهداف، 13 مساهمه. طبعا مش دي الارقام اللي انا جايب زيزو عشانها. بس انت لما طب اديك احصائيه. اديني احصائيه. الاربع اهداف بتوع زيزو، كم منهم ايه؟ ضربه جزاء. واثنين منهم اللعب مفتوح. اللعب مفتوح ده من امتى؟ من 7 شهور. تمام. انا لسه بقول لك ايه، لسه ما قدمش اوراق اعتماده. هل ده زيزو اللي كان مع الزمالك؟ مش هو ده زيزو، ولكن اقول لك على حاجه. انت لما بتيجي بتقيم التجربه او بتيجي تقيم اللاعب، مش هقيمه على اساس سيزون حاله الفريق كلها وحشه. مين السنه دي فايق في الاهلي؟ امام مش هو امام، بن شرقي مش هو بن شرقي، الشناوي مش هو الشناوي، محمد علي بن رمضان مش هو محمد علي بن رمضان. الكيرف نازل. صح ولا غلط؟ الكيرف نازل. فانت مش هينفع تقيم زيزو في الحاله دي. تمام. ولكن انت بتقيم الموضوع ازاي؟ ان زيزو انا جايبه وهو اللاعب الافضل في مصر. حلو. بشهاده الزملكاويه قبل الاهلاويه. طبعا. ما انتوا يعني كان الاهلاويه بيقولوا عليه بالونه اصلا يعني. مش عايزين برضو نعمم. في اهلاويه لا، في اهلاويه كانوا شايفينه ان مش ده، لا مش ده اللاعب، وفي ناس كانوا شايفين لا لعيب كويس. أشك. بص انا برفض التعميم. لا طبعا التعميم طبعا انا برفض كلنا التعميم. نرفضه. انا كنت بشوف قولا زيزو واحدا يعني. انا كنت بشوف زيزو، مش هقول لك كنت شايفه اللاعب الاهم في مصر، ولكن كنت شايفه واحد من اهم اللعيبه في مصر. يعني لو هو مش افضل واحد، فهو بالنسبه لي تاني واحد بعد امام. زيزو كان جاي لنا الزمالك امتى؟ 2019. 23 سنه، ماشي عندنا 30 سنه، صح كده؟ انا خدت خيره. انت خدت خيره. نادي الزمالك خد خيره. مظبوط. خد احسن حاجه في زيزو. انا عايز اقول لك على حاجه. فاظن اللي متبقي لزيزو في مسيرته مش زي اللي راح. لا ده بص ده 100%. ولكن عايز اقول لك على حاجه. زيزو عنده كام سنه؟ 30. زيزو مواليد 10 يناير 96. يعني يناير الجاي 31 سنه. زيزو يقدر يديني 3 سنين كمان مرتاح، او 4 سنين. مفيش مشكله. زيزو بالتزامه، باحترافيته، بالمستوى البدني واهتمامه بلياقته البدنيه، اعتقد ان زيزو يقدر يكمل معايا 35 و36 سنه كمان. يعني يقدر يديني 4 أو 5 مواسم. هنشوف. في ليفل كويس. هنشوف. في ليفل كويس. زيزو ارقامه مع الزمالك، لا ما ينفعش نيجي نقول دلوقتي بعد يعني ارقامه مع الزمالك تخليه واحد من اساطير نادي الزمالك. زيزو الهداف التاريخي السادس لنادي الزمالك. بص. زيزو مساهم في 260 مباراه مع نادي الزمالك، مسجل 84، صانع 71. جميل. اخر سيزون ليه مع نادي الزمالك، لاعب 31 ماتش، جايب 8 وصانع 8. يعني 16 مساهمه في 31 ماتش، في كل بقى الشوشره وكل المشاكل اللي كان محاط بيها زيزو. بص انا اعقب على نقطه زيزو لعيب كبير. هعقب على نقطه معينه بس على حته اسطوره دي. الاسطوره اللي بيحددها مين؟ الجمهور. بس كده، انا خلصت كلامي. والتاريخ ما بيتمسحش. جميل، انا ما عنديش مشكله. الارقام اللي حققها زيزو دي مش هتتمسح. الارقام ما تتمسحش، لكن الجمهور يقدر يمحي كل التاريخ. الجمهور يقدر يحب او يكره.
هقول لك على حاجه عبد الله السعيد، مم. عبد الله السعيد خرج من النادي الاهلي بشكل ما كانش افضل حاجه، صح كده؟ والاهلاويه لا يقول لك على عبد الله ممكن ما يحكموش يعني ما يكونوش لا شايلين من عبد الله السعيد وزعلانين من عبد الله السعيد شويه، صح كده؟ لا يقول لك لا عبد الله بالنسبه لي مش هيفضل لعيبه كتير جدا عليه، مظبوط. هيفضل حسام عاشور، مش في نفس البوزيشن، انا بكلمك كلاعب او كاسطوره في النادي. حسام عاشور، حسام غالي، محمد بركات، عماد متعب، محمد ابو تريكه، هيفضل اللعيبه دي. ولكن هل التاريخ عبد الله السعيد الارقام اللي حققها والبطولات اللي جابها للنادي الاهلي والمستوى العظيم اللي قدمه على مدار سنين وسنين هيتمسح؟ مش هيتمسح. لا طبعا. انت بقى كاهلاوي او كزملكاوي مع زيزو او كاسماعيلاوي مع عبد الله السعيد برضو او مع عمر جمال او ايا كان اللاعب، انت ممكن تحبه وتكرهه، دي بتاعتك. لكن انا تعبي ومجهودي على مدار السنين ما ينفعش يتمسح. وهي ترجع برضو تقول لمين؟ للجمهور. بس خلاص. للجمهور بس هو كده كده في الاخر الراي بيبقى للجمهور، والمدرج هو دايما هو اللي بيختار مين اسطورته ومين ايه ومين مش اسطورته. ولكن برضو نعيد ونزيد ونكرر، التاريخ ما بيتمسحش. ماشي خلاص. انا خلاص التاريخ انا مش هينفع خلصت يتمسح. نقطتي. انا خلصت نقطتي. هقول لك على حاجه. طب انا هقول لك على حاجه مم. عشان نقفل القصه دي. عصام الحضري اسطوره ولا مش اسطوره بالنسبه للنادي الاهلي؟ مش هقول لك بالنسبه للكره المصريه والكره المصريه والافريقيه والعربيه، حارس مش مم. هيتكرر. مم. ولكن بالنسبه للنادي الاهلي اسطوره ولا مش اسطوره؟ ما هو لو اسطوره كان هيتعامل كويس في النادي الاهلي. ملهاش علاقه. ازاي؟ انا كحضري دلوقتي، انا كعصام الحضري ازاي حققت مع ده؟ انت الفريق كام انت بطوله. انت مبادئ الاهلي اللي انت كنت بتتكلم عليها عملت الحضري اكسكلود. انا خرجتك بره حساباتي. عشان انت مش اخطا، اسطورتي. عشان انت مش اخطا، لعيب عشان عندي. اخطا في حق انا مش النادي، هدخلك النادي تاني. عشان اخطا في حق النادي بس خلاص. في الموقف ده. بس خلاص. انت اخطات في حق النادي في خلاص، الموقف ده، بس. ولكن تاريخك اللي انت حققته معايا على مدار السنين انا مش هلغيه. ايوه انت طبعا. ستظل الحارس الافضل في تاريخ النادي الاهلي. بس والجمهور برضه ليه رأي. والجمهور انا بقى احبه او اكرهه. بس كده. الجمهور يقول لك لا الحضري لا، بس خلاص. لكن في نفس الوقت لا انت اسطوره، حققت للاهلي وعملت تاريخ لبلدك وعملت تاريخ لناديك. فدي يعني عايز نفصل بين دي ودي. ماشي. انا متفق معاك، ولكن انا برضه هافضل يعني ايه مختلف معاك في الحته بتاعت ان الجمهور هو اللي بيحدد. بس كده. انا معاك في دي خلاص جدا، كده. والجمهور حر طبعا في اختيار اسطورته. بس واحد على فكره، طب ما نسيب الموضوع ده للمدرج بتاعنا. نسيب الموضوع ده خلي للمدرج المدرج بتاعنا. هو اللي يحدد. خلي المدرج يقول لنا، يعني خلي المدرج يقول ازاي لنا بتحدد ان اللاعب ده اسطوره للنادي او لا؟ بس بالظبط كده. بتحددها بالبطولات، بتحددها بحب اللاعب لناديه، بتحددها بمواقف اللاعب مع ناديه، طبعا. بتحددها خلينا بايه. بقى نشوف الموضوع ده في الكومنتس. خلينا نشوف الموضوع ده في الكومنتس.